السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لقاءنا لهذا المساء من نايت شو. دائما في كل حلقاتنا مستمعينا ومستمعاتنا المواضيع ديالنا كتكون متنوعه بطبيعه الحال، العديد من النقاط اللي كنتكلموا عليها، وكل المواضيع اللي كتهمكم غادي نجبدوها غادي نتكلموا فيها مستمعينا ومستمعاتنا، ونفتحوا لكم المجال باش انكم كذلك تشاركوا وتتكلموا وتقولوا الراي ديالكم في كل ما كيخصكم من مواضيع ومن محطات بطبيعه الحال. العربي كيقول لنا التعادل دايزين، تبارك الله عليك السي العربي، كلشي مزيان الله يحفظك. عمر كيقول لنا تحياتي اخواني سي عز الدين سي جاد سي رشيد، مزيدا من التالق، شكرا جزيلا. قطاع العقار غير مراقب من طرف الحكومه، يعني طالق اللعب. ان شاء الله كنتمناو مع هذا القانون الجديد يتجمع اللعب ما يبقاش مطلوق ان شاء الله، باش الناس غير تنفس شويه، ترد شويه الروح. راه الامر ليس بالسهل. مره اخرى نواصل معكم ايها الاعزاء ونمر لضيفنا لهذا المساء، ضيف سلسله الاستقبال ديال المرشحين للانتخابات ديال 28 ماي مستمعينا ومستمعاتنا، واللي هما من اصول مغربيه. اليوم غنتعرفوا على واحد الشاب اللي ناشط وبقوه، هو ناشط اجتماعي منذ عام 2002، ناشط سياسي منذ سنة 2004، كذلك ناشط في المجال الثقافي ومروج لمجموعة من المشاريع الثقافية كالمسرحيات وكذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى. تدرج في الحزب ديالو لسنوات طويلة، واليوم هو مرشح عن الحزب ديال كلنا من أجل كاتالونيا في المرتبة كنظن المرتبة الأولى الثالثة، المرتبة الثالثة. اليوم غنتعرفوا على سي سمير الجبلي. سمير مساء الخير. مساء الخير. صباح مساء الخير. صباح. داخل معنا تالف ودا سمير الله يستر، اوجد لي راسك. لا ما شاهدوا بزاف يبان لنا الصباح هذا. سمير مرحبا بك. الله يبارك فيك. كلشي بخير. سمير الجبلي معروف بسمير، كلشي كيعرف سمير، الكثير من الناس كتعرف سمير. كلشي مزيان؟ لا بس الحمد لله صحة بخير. سول الحمد. كي داخل هاد الانتخابات كنشوفك مرتاح؟ واش غدير شويه حيت شنو مضمون هاد المره ولا؟ حيت الدقه الكبيره ديناها، يعني التجربه ديناها، الدقه ديناها ما بقى ما يدي صافي، دابا بقى النتائج هي تبقى تجيب بوحدها ان شاء الله. شكون هو سمير؟ بغينا نتعرفوا على سمير، الناس اللي ما كتعرفش سمير الجبلي، شكون هو سمير الجبلي؟ سمير المهم جينا هنايا باقيين صغارين، دابا مده عندنا في كاتالونيا شحال واحد 38 سنه 38 سنه في كاتالونيا، ديما في كاتالونيا نيت، ديما نفس المدينه اللي هي كالافي، تبع طراغونا. ومن هنايا ما درتي طراغونا قبيله. نعم نقول لك كنهضروا على طراغونا تنحيوا الناس ديال طراغونا. سبحان الله. شوف كما البارح، دابا اليوم عاوتاني كنهضروا على طراغونا، جا سمير من طراغونا، السيده هذاك الشيء اللي بوراس ولا سميتها شي شويه زينته طراغونا. صافي سير على الله. دونك 2002 كانت البدايه، ولكن ديك الساعه في البدايه 2002 كانت غير في العمل الجمعوي. العمل الجمعوي باقي صغار التكوين، باقي ديك الساعه حنا باقيين في الثانوي. كنا بدينا كنديروا الابواب مفتوحه ديال دار المغرب في وسط الثانويه. ومن تما بدا المسير. جميل جدا. 2003 2004 كان جا واحد البرلماني السابق من هنايا، كان منا واحد النشاط مع واحد الندوه تماك، وتماك هو اللي كان جرني السياسه. جينا بدينا السياسه ومن ديك الساعه من 2004 حتى دابا. سي جيب لي اول سؤال، اول حزب انتميتي ليه واش هو هذا الحزب ولا كان عندك شي انتماء قبل؟ كان عندي شي انتماء اخر انا قبل، يعني انا في 2004 ملي بديت في الاتحاد الاشتراكي، يعني باش نقول الحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي ديال كاتالونيا بديت فيه في 2004، بقيت فيه في التنظيم ديال تنظيم العالم العربي، حيت ديك الساعات كانت دارت واحد الفكره اللي كان دايره الحزب الاتحاد الاشتراكي ديال كاتالونيا، كانوا عملوا سميتها الشبكه، يعني ديك الشبكه ديال الشبكه المتوسطيه، الشبكه المتوسطه ديال الناس اللي هما اصول العربي، يعني ماشي المغاربه، كان فيها داخلين فيها حتى الفلسطينيين شي سوريين وكذا. 2004 بقيت في التنظيم فيها حتى 2010. 2010 كنت قدمت، كان وقع شي مشاكل وداك الشيء ما عجبونيش شحال، قدمت استقاله من كل شيء، مشيت بحالي جلست. 2012 رجعت هي كمساعد شي اخوان
فهمتني. في حزب الكونفرجنسيا ديموكراتيكا ديال كاتالونيا كنت نترجع غير مساعد، قالوا لي عاوننا في واحد الكونغري ديال المغاربه كانوا باغيين يديروا. مشيت نساعدو، بقاو لاصقين، قال لك لا سيدي كون معنا كون معنا، بقينا معاهم، بقينا بشويه بشويه. 2012 كانوا لا 2012 بديت، 2014 حطوني بغاو يقالوا لي اجي تكون انت يا المدير ديالنا ديال التكوين العربي اللي عاملين هما في الحزب. قلت لهم انا خلوني نبقى غير. ولكن محلي. عطفا على التعريف ديالك الانتقال من الحزب الاشتراكي للحركه من اجل كاتالونيا، استقلال كاتالونيا، يعني ما لقيتيش واحد يعني لان الايديولوجيه ولا مختلفين الافكار بالمرة. يعني ما فيهم عندهم حتى شي ما تقارب. عندهمش الاتجاهات مختلفه جدا. لا يعني كيفاش قدرتي انا نقول لك واحد الحاجه، ماشي هنايا يقدر يكون اختلافات ايديولوجيه وديك الشيء تكون في المغرب، عندنا حنا في البلد الاصل في المغرب، ما هنايا كاملين بحال انت اش كتشوف شكون اللي كيعطي الحزب اللي كيعطي الفرصه للمهاجرين يكونوا راسهم ويكونوا في وسط الحزب بواحد التكوين ديالهم اللي هو الخدمه ديالهم. الحزب الاشتراكي اذا جينا نشوفوا الحزب الاشتراكي شنو نقولوا عليه، يسار يمين. في الحزب الاشتراكي انت كتشوف بيدرو سانشيز عنده الطريق تحسن من ديال احسن ديال اوباما، ما كايناش ديك الايديولوجيه، ما بقاتش كما كانت. ولكن هذيك كتحكم اعتبارات يعني كيكون منسق، ما كيكونش برامج عنده بوحديته اللي عم كيدوز جميع المشاريع اللي كيامن بها مع احزاب اخرى اللي كتحكم. هذا كيكون عندك واحد الاكراهات تابعك. واخ دابا حنايا كيفاش نشوفوها، نشوفوا الايديولوجيه ولا نشوفوا كمغربي؟ لا انا كنقول لك التحول ديالك انت كمغربي، يعني كنتي في واحد الحزب اشتراكي عنده واحد المبادئ وايديولوجيه معينه، ومباشره كتنتقل لواحد الحركه من اجل استقلال كاتالونيا اللي المبادئ ديالها والافكار ديالها مختلفه. هذا هو اللي لا. السؤال. لا باش نبداو، حتى انا ملي دخلت ما كان ديك الساعات كان باقي القضيه الاستقلال باقي ما كايناش في كاتالونيا. يعني شنو كان سميتو الحزب كان سميتو كونفرجنسيا ديموكراتيكا دي كاتالونيا، ونزيدك حاجه اخرى اللي كان الرئيس ديالو السابق جوردي بوجول. يعني بالنسبه حنا المغرب كمغرب كدوله ما كاينش اللي دار اكثر من جوردي بوجول في المشاريع راه ما تنساش راه عنده ما خفت نغلط في طنجه. يعني جوردي بوجول عنده الحي الصناعي كامل سميناه في المغرب الحي الصناعي بوجول. علاش؟ تولي دخل اكثر الشركات واللي كنعاون المغرب اكثر من اي واحد. ولكن هذاك كيجي في اطار السياسه العامه ديال الدوله ديال اسبانيا في علاقتها مع المغرب، ما يمكنناش نقسموا لان المغرب دائما ضد هذه المساله هذه. لا حنا ما كنقسموش كنقول لك كجهه كنخدم بزاف في المغرب. ديك الساعات كانت كونفرجنسيا راه من وقعوا شي 2012. يعني من ديك الصراعات اللي كانت الرئيس السابق ديال الحزب عاوتاني نيت كان رئيس الحكومه هو ديك الساعه هنايا الجهويه ارتور ماس، كان معكم بدا بكونفرجنسيا ديموكراتيكا دي كاتالونيا. يعني باقيين ما كيهضروش على فيصل. كان ديك الساعه حكم راخوي وكان وقعوا في شي صراعات بيناتهم، صراعات على القضيه الفينانسييره، يعني على قضيه الفلوس. كان صراعات الفلوس، عطيني زايد عطيني بحال البايس باسكو ما بغاش يعطيه. المهم كانت بدات ديك الساعات لاكريس تماك ما تفهموش فيها وبقاو غاديين ديك الساعات. يلا ناض قال واخا من ناضت المظاهره ديال 2012 قال لك لا حق احنا ما عندناش في البرنامج ديالنا كنهضروش على فيصل مره، ما كايناش في النموذج ديالنا ولا في اللغه ديالنا. تماك باش كنقولوا ولاو نعاودوا الانتخابات، واللي بغى يقول يعني الكلمه الفيصل في وسط البرنامج ديالو يقولها. داكشي كيعطيو عنده الحريه. يعني ديك الساعه ولا تعاود انتخابات انت في وسط ديك الحزب، يعني اش كدير؟ سي سامي انت كناشط سياسي ولمده طويله من 2000 قلت لنا 2004 تقريبا. كيفاش كتشوفوا المشاكل اللي كيعانيوها الجاليه، حتى لو تكلمنا غير على كاتالونيا؟ المشاكل وهي كاينه مشاكل بزاف ماشي شويه. انا سمعتكم انا كنتو كتهضروا قبيلاتي المشاكل، كاين المشكل الكرا، كاين مشكل السكن، كاين مشكل ديال الحياه، كاين الصعوبات في الخدمه، يعني كاين بزاف من الصعوبات. وهاد الصعوبات هذه يعني اذا جينا نشوفوها كمغربي من الاصل مغربي، يعني فوقاش غادي تسالى ملي غادي يبقاو حنا كيفاش نقولها لك باش ما تجيش قاصحه. بغيناها قاصحه غير قولها. لا ماشي مين نبقاو حنايا ماشي ديك اللي دايزه فينا السعايه. حيت دابا حاليا الاحزاب كيفاش كيشوفونا ديك اللي دايزين فيهم السعايه. انت مثلا تشوف دابا حزب الشراكي، دابا غندخل من بزاف ديال الدراري معاه
في هذه الانتخابات هذه. والحمد لله الانتخابات هذه مع الانتخابات الاخرانيه راه تا علاقه من الابيض للكحل. نقدر نقول لك انا في 2019 كنا وقيله شي 40 45 50 واحد اللي كانت في كاتالونيا كامله تقدمت باصل مغربي. اليوم صبحت في الانتخابات هذه غاديين حنايا من الاصل المغربي وجميع الاحزاب اكثر من 400. اذا هذا واش في نظرك هذا العدد هو تطور او الاستغلال؟ كيفاش كتشوفوا مثلا انت يا سي سمير؟ من واحد الناحيه تطور واستغلال. يعني علاش؟ حيت هما غاديين بيدهم. انا ندير لك مثال، وانا ندير لك مثال ساهل مره. في مدينتي في كالافي كاين مغاربه مع بوكس، كتقول له ما تمشيش مع بوكس؟ لا ولكن انا اولا هذاك قالوا له اجي صاحبه شي واحد باش يستغل. واش هذا التطور ولا استغلال؟ لا ولكن هذا مثل هذا. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه مني على القناه مثلا مغاربه ومنتمين لواحد الحزب اللي عنصري وراديكالي والخط واضح ديالو، كيبقى هذيك الحريه ديال الشخصيه واش ننتمي له ولا ما ننتميش ليه. ولكن هذاك كيبقى انت كيفاش كتشوف المنظور ديالك. واش انت اول واش انصلختي على الهويه ديالك؟ لانك انا عندي واحد المبدا السي سمير، تجلس هنا 500 عام مليون عام شحال ما كتبقى عندك هذيك الصفه ديال انك مهاجر، واخا دير اللي درتي وتكون مجنس وتكون كل شيء. فهمت؟ طبعا هذه انا معك، ولكن انا درت لك دائما باش نعرفوا واش هذا استغلالي او لا. لا ما نقدروش نحكموا لان هذا السؤال هذا غنطرحوا على دوك الناس مثلا اللي مشاو دخلوا في الحزب ديال فوكس. شنو هي الاسباب ديالهم؟ واش منفعيه؟ واش فعلا انطلاقا من اقتناع؟ واش انطلاقا انه ولا هو نصالح على الهويه ديالو؟ يعني ما نقدروش نحكموا بان فعلا انه باش انه عنده شي باش اننا نستغلوهم. وانت عارف بان واخا يدخلوا حتى 20 مغربي مثلا في احزاب سياسيه راديكاليه او لا عنصريه، راه المغاربه كاملين كيفهموا شنو هو المنهج ديالها، راه ما يصوتوش عليها نورمال. لان شي واحد ضدي كيشتغل ضدي راه ما نصوتش عليه. هذا اللي بغينا نقول لك. يعني ديك القضيه ديال الاستغلاليه وتطور كيمشيو باليد. يعني دائما غاديين باليد، يعني ما تقدرش تفرق عليهم بزاف. وطبعا يعني كاين تطور مثلا هذا مش نحسب ولا ندير لك انا واحد القضيه التطور ديال المغاربه الجاليه المغربيه اللي كان هنايا. في 2019 كنت ترشحت انا كديك الساعات، كانت اول مره اللي يترشح شي مغربي وكيل لائحه. وكيل لائحه. نرجعوا بعد قليل السي سمير، نهضروا معك على المرات اللي ترشحتي فيها وشنو الامور اللي شابت هذه المرات كلها. قبل من ذلك غادي نمشيو ناخذوا مكالمات فيها. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سجاد مرحبا، معكم عماد من برشلونه. مرحبا سي عماد. تحيه سجاد، تحيه سي سمير، تحيه سي الدين، وتحيه المستمعين ديال الراديو المهاجر في كاتالونيا كامله ان شاء الله وفي اسبانيا كامله. وشفت قبل تدخل ديال دول اخرى، مرحبا بهم كذلك. الله يحفظك سي عماد، الف مرحبا. تفضل. الله يجازيكم بخير. الموضوع جد مهم السجاد اللي طرحته اليوم حول المشاركه السياسيه ديال المغاربه وفي جميع الاحزاب وديك الشيء. وسمعت واحد عندي بعض الملاحظات، سمعت بعض الاشياء اللي ثارت من الانتباه ديالي. من بيناتها ان حنايا يعني الديباتي او يعني النقاش واش غنحطوه في يعني في الايديولوجيه او لا غنحطوه في المشاركه. حنا كما كتشوفوا السجاد، حنا تقريبا مليون مغربي اللي كاينين في اسبانيا. نعم. ولكن من الناحيه السياسيه تقريبا ما موجودينش، يعني نسبه قليله جدا. وهذه النقطه سي عماد، هذه النقطه كاع حنا دابا بدينا هذه السلسله ديال استقبال المرشحين للانتخابات اللي من الاصول المغربيه من يوم الاثنين. كاع الناس اللي دازوا معنا كياكدوا على هذه النقطه هذه اللي قلتي. وهاد فكره البرنامج انا كنحييها وكنصفق عليها لان فعلا فكره جريئه، وفعلا هذا هو اللي محتاجه الجاليه، هو انها تبان واننا نناقشوا بيناتنا بعدا قبل ما نخرجوا نناقشوا مع الاخر. تماما هذه هي الفكره. الفكره ديالي السجاد هي هذه، هي ان احنا كمغاربه، احنا كمهاجرين من اصول مغاربه، ملي كنتقدموا الانتخابات واش كنتقدموا كمغاربه او كنتقدموا كمواطنين اسبان؟ واش الهدف ديالنا ملي كنتقدموا في الانتخابات البلديه؟ واش الخدمه ديال المواطنين اللي ساكنين معاهم حنا في نفس الدائره، او الخدمه ديال الجاليه والمصالح العليا ديال البلاد او هذه؟ شوف، حنا عندنا قاسم مشترك ما بين جميع المغاربه اللي كيتقدموا في الانتخابات، اللي شنو هو الهويه ديالنا الاصليه. اللي سي عز الدين قال لك مستحيل تنسلخ واخا الانسان يعيش 500 عام، وانا متفق معه
مليون في المية. ولكن هذا ما كيمنعش على اننا كل واحد في الحزب ديالو رغم اختلاف الايديولوجيات، حنا مغاربه اذا جمعتي على قصعه سكسو ولا ضربوا الدقه المراكشيه راه كنشطحوا كاملين، يعني كنشطحوا على نفس الحاجه وكناكلوا نفس الحاجه. راه عندك هذه يا سي عماد. والمشاكل يا سيدي عز الدين، المشاكل اللي كنتقاسموا مع بعضياتنا كذلك حتى هي نفس المشاكل. صحيح. يعني كون مع فوكس، كون مع البي بي، كون مع البي سي سي، كون مع اي حزب، ولا كون مع اسكيرا، ولا كون مع نفس الهواجس عندنا كمهاجرين نفسها. دابا كيبقى السؤال مطروح، واش حنا غندخلوا في الايديولوجيا وغنشوفوا الحزب يعني كيفاش كيفكر، واش كيمشي معنا ولا لا؟ اولا او قبل كل شيء ما نساوش واحد حاجه، ان الدراري اللي مشاركين دابا في الانتخابات كلهم دراري، كاين اللي خلقوا هنا، كاين اللي جاوا صغار. صحيح. يعني راه هما الناس قراو في نفس المدارس، قراو نفس هذه، راه ما يمكنش يتعزلوا على المرشح الاخر اللي في الحزب، او لا تقول له لا انت بحكم انك مغربي خصك تفكر مختلف. لا، اذا كان هو متشبع بالافكار فوكس الله يجيب له التيشيرت، بيرو كيبقى رغم ذلك انه مواطن مغربي، وكيبقى انه في القرارات النفس ديالو اكيد انه يبغي التغيير، واكيد انه يبغي يحيد ذاك الصوره النمطيه على المغربي، وكل واحد من الموقع ديالو راه يخدمها. اذا دخول الاحزاب مساله ضروريه ووجوديه، لان اذا ما شاركناش مقعد الفارغ راه كيعمر واحد اخر وكيهضر باسمنا، وحنا ما يمكنش نقولوا. يعني حنا في الدور ديالنا كجاليه شنو خصو يكون؟ خصنا اي واحد مهاجر من اصول مغربيه او من اصول عربيه انكلوسو نوسعوا المجال، خصنا نشجعوه ونعاونوه وندعموه ونصوتوا عليه، وخصنا الماس امبورطانتي نعملوا نداء لجميع المغاربه اللي كيصوتوا باش يصوتوا. الناس ما تعزفش على التصويت، يعني يحاول ما امكن يشوف المرشح اللي كيناسبه او اللي في الدائره ديالو اللي قريب للافكار ديالو يرشحوا. وفي حاله ما اذا ما كان حتى شي واحد اسيدي داك الساعه يمشي بقناعات ديالو، القناعات الشخصيه اللي هي ايديولوجيه، لان احنا بيني وبينك السجاد في البيراميد دي ماسلو الانسان ما كيصدقش اللوخو على الماكله هي الاولى ومن بعد اللوخو. ما وصلناش للايديولوجيه، احنا باقيين طبقه مقهوره، يعني احنا في اسفل لا بيراميد. احنا المشاكل ديالنا راه كاملين دينا. شوف كون الحزب اللي كنتي راه كيف ملي كتمشي تكري اسمك محمد ولا اسمك جاد ولا اسمك عماد راه تواجه نفس المشكل. ما كيقولكش اجي نشوفك انت على من صوتتي او لا انت واش مش من الحزب، راك مغربي ما يزولها لكش. ولهذا هذا النداء هذا اللي كنوجهه للجاليه كامله، الله يخليكم اي مرشح من اصول هذه دعموه، لان بس يدخل الحزب اكيد انه هو يعطي صوره مشرفه كيف ما بغى يكون اللون ديالو، كيف ما بغى يكون ذاك الحزب. وشفنا التجربه عندنا واضحه في الشكل ديال اسكيرا ريبوبليكان مع نجاة، شكل سلوى الغربي مع جونز قبل منا، شكل سي محمد شايب في البي سي سي، وزيدوا شكل ساره البيضاء دابا في لايونتامينتو عاوتاني ديالو الصوره المشرفه اللي عطيها على الفتاه المغربيه ولا هذه. يعني المواطن والسي سامر اكيد انه في الحزب ديالو تا هو اكيد انا مليون في المية متاكد منه انه يعطي صوره مشرفه. ولهذا كنقول الاخوان المغاربه يد واحده، خصنا نصوتوا، خصنا الاولويه المهاجرين. علاش؟ لانه هما اللي كيمثلونا، هما اللي عارفين المشاكل ديالنا، هما اللي حاسين بنا. والايديولوجيه نخليوها في الجانب الثاني، وان شاء الله يوصل الوقت اللي غنناقشوا الايديولوجيه. ملي عاد توليو عندنا 20 و30 برلماني، ديك الساعه هما نيت غنعيطوا لهم كل واحد من الحزب ونجلسوهم قبل بعضياتهم، واكيد غيكون نقاش من مستوى اخر. بيرو في هذا الساعه ما عندنا حتى شي واحد اللي عندنا ما نهرسوه شي وصافي. صحيح، تماما السي عماد. وتحيه لكم كاملين، والسجاد كنشكرك بزاف على البرنامج وعلى المثابره ديالك وهذه، لان شوف راه انا عارف شنو هو برنامج وشنو هي اذاعه وشنو هي التحمل، يعني وشنو هي الطاقه اللي كتعمل. ومن هذا المنبر كذلك كنشكر الصحفيين كاملين واحد بواحد اللي في الساحه السجاد على طريق البرنامج ديالكم. كنشكر الاخوان ديالنا اللي في لوس ميديوز دي كومونيكاسيون كاملين واللي عندهم جرائد وكيسهروا عليها وكينادوا. وشوف ورغم الاختلاف بيناتنا يعني لا في الافكار ولا في هذه، خصنا نرقاو بالاسلوب ديالنا وخصنا نبقاو ما نهبطوش لمستوى النقاش ونبغيو بعضياتنا، لان شوف كلنا كنخدموا في نفس الاتجاه برغم الاختلاف. هذا هو الاساس، كلام في الصميم. شكرا السي عماد، شكرا جزيلا على مداخلتك. شكرا لك، الله يحفظكم. شكرا. كلام صحيح 100%، كلام عجبني الكلام ديال السي عماد. هي رسالة واضحة لكل الناس بطبيعة الحال. العديد من الرسائل اللي غنقراوهم بعد قليل، نمشيو نشوفوا مكالمة أخرى ونجمعوا الأفكار باش نقدروا أننا نزيدوا نناقشوا مع السي سمير المرشح للحزب ديالو اللي حاضر معنا اليوم. ألو، مساء الخير. الو، مساء النور. اهلا وسهلا. عبد الحق مرشو. سي عبد الحق، مساء الانوار. سي جاد كنحييكم على البرنامج ومشي بخير. كنشكروا الطاقم البرنامج على سيم الاخ جاد الله يحفظك، مرحبا بك الشيخ جديد عز الدين والسي رشيد في الكواليس. الله يحفظك، مرحبا بك. وكنظن في الليل يعني التوقيت مناسب جدا. نعم. ياك حسن سي عبد الحق، ياك بالضبط. وشكرا بزاف على هذه المبادره هذه باستضافه المترشحين لانتخابات البلديه. الله يحفظك.
انا عرفت سمير، عرفته في سمير الجبلي والفؤاد الجبلي، لانه هو اسمه فؤاد. في 2008 في فيقو وفي الشبكه سوسياليستا اللي كان الحزب الاشتراكي عمل واحد الشبكه سوسياليستا اللي كيجمع فيها الاشتراكيين العرب. نعم. يعني في العرب كاملين يعني في الحزب الاشتراكي، ولكن من بعد الحزب الاشتراكي قرر الغاء الشبكه لان بحال كيتم التهميش، يعني بحال اللي ما كيخليش الاندماج داخل الحزب. وكانوا فيه العديد من الاطر والكفاءات، نذكر منهم مثلا الطبيب محمد بن القايد كان ترشح انتخابات، كان فؤاد سعود، دريس خوجه، ثروه الغربي. بعدها تشتت الشمل وكل واحد مشى يفتش على الطريق ديالو في جهه اخرى، لان كان جبروا في الحزب الاشتراكي صعيب باش تقدم فيه. وفعلا بان ثروه الغربي مثلا كانت معاهم، ودابا وصلت للبرلمان مع حزب اخر. المهم باش ما نطولش اكثر، المهم هو المشاركه السياسيه، والمغاربه فيهم جميع الالوان، يعني جميع الاحزاب، ماشي يكونوا مثلا مسخرين لخدمه حزب واحد. احنا في واحد الارض يعني فيها التعدديه، يعني غير اللي بغينا هو اللي يتم استخدام المرشح الاصل المغربي غير كديكور، يعني في اخر المراتب، ولا غير ديكور لرفع الاصوات. واللي اهم شيء هو اللي عنده الجنسيه الاسبانيه، الاصل المغربي ولا العربي ولا اسلام، اي دوله عربيه ولا اسلاميه مثلا باكستاني، يمشي يصوت يوم 28 ماي. واللي مسافر او عنده شغل او لا ما قدرش وعنده شي مبرر يمكن له يصوت عن طريق البريد. وشكرا. نعم، شكرا جزيلا لك سي عبد الحق على المداخله ديالك وعلى كل هذه المعلومات اللي يخطيك. اذا سمعنا عماد، سمعنا عبد الحق، ففعلا كلام نبغيو كان هكا خصو يكون النقاش، خصو يكون موسع بطبيعه الحال مع كل الفاعلين، كل الناس. احنا هنا باش نناقشوا المواضيع اللي كتهمنا كاملين بطبيعه الحال، والجميل هو انه يكون كل شيء كيسمع، كل شيء يتجمع على واحد الامر اللي هو نقاش المواضيع ديالنا اللي دائما غتكون بنتائج اللي هي بطبيعه الحال نتائج اللي هي ايجابيه. سمير، المداخله ديال عماد، المداخله ديال الحق. المداخله ديال عماد زعما الصراحه شكرا لعماد، شكرا مرصود على المداخله. يعني في المستوى هو هادشي اللي كنا كنقولوا حنا من ديما، وانا من ديما قبل ما نكون انت في اي حزب، كتمشي مثلا تزور شي مدينه ما كتقول لهمش انا جيت باش نعاون ديك الصديق ديالي اللي في الحزب، كنقول لا لا، ديما كنا كنقول لهم سير صوت، ولا تصوت صوت ابيض. علاش ما نساوش يعني التخديم السياسي كيفاش كيخدم هنايا مجرد تجربه. كل حزب كيكون عنده ديك الانترفينتور ديالو جالس في الطابله، ملي كيدخل المغربي كيسطروا على شكون اللي جا صوت، كيمشي هذاك يعطي لينفورمي ديالو للحزب ديالو الرئيس ديالو، كيقول له واه راه جاو المغاربه بزاف. اذا من يقول له راه جاو المغاربه بزاف ما عارفينش شنو صوت، طبعا الصوت سري. اذا جاوب المغاربه صوتوا. اذا في الانتخابات اللي موراها هنا اللي قلت لك قبيلاتي ما نوليوش ديك اللي دايزه فيهم السعايه، سينو ديك اللي خصنا نديروا بهم هذوك راه هما اللي كيجيو يطلعونا ويهبطونا. وباش كما نزيدوا في ليديولوجيا او البارتيسيباسيون، انا ندير واحد المثل سهل. من فوقاش وحنايا هنا في اسبانيا كنهضروا على المشاركه السياسيه ديال الناس اللي عندهم البطاقه 5 سنين وجايبين 5 سنين في واحد المدينه وما عندهمش الناسيوناليتي، اللي دا هو راه كيخلص، قلنا قبيلاتي، كيخلص الماء، كيخلص الكرا، كيخلص الضوء، كيخلص بوستو كامل، لي بوستو ديال الازبال، لي بوستو ديال السيارات، كيخلص لي بوستوس كاملين، ولكن ما عندوش الحق يصوت في العمده اللي غيمشي له ديك المدينه ديالو، ما عندوش الحق. كنعقل على راسي حنا من 2012 وحنا كنهضروا فيها. ديك الساعه الحزب الاشتراكي معينه بالهضره، يعني كانت زيارات في ديك الوقت، كان زيارات ديك الالكالدي ايري اللي كان في برشلونه، كان ديك الساعه مونتيا رئيس الحكومه الجهويه، كانوا عاودوا وساباتيرو حتى هو كانوا عاودوا المغرب، كنعاودوا المغرب جاو دائما كيبقى داك الشيء. ولكن اسمح لي سي رشيد باش نكملها لك، حيت هذه عندها واحد كانت في ديك الساعه عندها البدايه وعندها النهايه. اذا شنو خصنا حنايا نهضروا او الفعل؟ الهضره ها هي، يعني حنا قلنا الحزب الاشتراكي شنو دار؟ راه مثلا الحزب اللي انا فيه مجرد ماشي بوحديتي، ولكن حنا نقولوا مغربي بوحديتي ديك في اللجنه ديال الهجره، وكنعطيوهم اقتراحات. حنا دخلنا ما فاش في خبركم في 2020 نهار 21 في ماي ديال العام اللي فات 22 دخلنا الكونغريسو ديال اسبانيا. هذه الفكره هذه قلنا لهم شوف بركه ما نبقى نهضروا في الزنقه، خصنا الفعل. باش تفعل خصك تشبر القضيه وترجع على قلتي ديالك. الحزب خصو يثيق بديك الفكره. اذا كان شي متيق الفكره غنبقاو غير نهضروا غير نطبلوا، باش نوليو البدايه ديال غنبقاو غير نطبلوا. دخلت واستقبلت في لا كوميسيون ديال
الكوميسيون البرلمانيه ديال كونغري اسبانيا، الكوميسيون انترناسيونال، نهار 22 شهر 5 ودازت وتقبلت. شكون اللي بريزنتا هاد الانيسياتيفا تما؟ بريزنتاها جونت بور كاتالونيا. ولكن السي سمير، واحد المساله اللي غنرجعوا لها، خصوصا هذه المعامله اللي كتهضر عليها، هي عندها علاقه بالدستور. لا الدستور الاسباني لا الدستور المغربي. هذه عندها علاقه بالمعامله بالمثل. لان في المغرب حنا، خلينا نكمل الفكره ديالي باش انت يمكن لك تجاوب. لان في المغرب حنا ما كانش عندنا في الدستور اللي ما قبل 2011 هذه المساله هذه، ولكن في الدستور الجديد كان دارت، فهمتي؟ لان حتى المغرب عنده واحد السياسه ديالو اللي خاصه به، وعنده ملي كيبغي يدير شي حاجه راه كيدرسها. وربما نقدر نقول لك واحد المساله، لان الانتخابات هذه هذا الشيء ما يكونش، ولكن كن اكيد ان الانتخابات القادمه غتكون مساله ديال الناس اللي عندهم 5 سنين انهم يقدروا يصوتوا. ولكن هذا عنده علاقه ما بين الدوله المغربيه والدوله الاسبانيه. ولكن اجي واخا هادشي حنايا دار الدستور في 2011، يعني اعترفنا بها. هذه النقطه هذه دخلت في الدستور ديال 2011 المغربي. من 2011 حنا من عام 2023 شحال دازت؟ 12 عام. وما تنساش بان البلاد عندها السياسه ديالها وعندها السياده ديالها، وكتشوف عندها علاقات خارجيه وارتباطات. دابا حنا ما كنهضروش على المغرب، حنا هنا ما كنهضروش على المغرب. المغرب عنده السياسه ديالو، ولكن حتى الدستور الاسباني عنده هذه المساله مع الدول ديال الجنوبيه، امريكا الجنوبيه راه عندهم المعامله بالمثل. باش نكونوا متفاهمين. لا باش نكونوا متفاهمين. شحال الدولات كاينه دابا اللي مفرمين ديك الاتفاق؟ كاينه 13 دوله. منا كابو فيردي اللي كاينه واقيلا تحسبهم هنايا كاينه 10 كابو يعني عندهم 10 الناس ديالهم منهم فرمي اتفاقيه. راه حنا ما كنقولكش المغرب خصو يفرمي. حنا المغرب عنده السياسه ديالو، عنده سيادو، عنده كل شيء اللي مراقبين ديك الشيء. حنا كنهضروا على هنا. حنا دابا هنا انا كنهضر معك كاتالاني ولا كاسبانيولي من اصل مغربي، ولكن الاول انت راه من هنا، انت ولد هنا، خلق هنا، مربي هنا، ولا كابر هنا، وانت في احزاب سياسيه هنا. حنا شنو كنقولوا لهم؟ ديك القضيه اللي تنسات 2012 اللي تخشات في المجار ما ولاتش تخرجت، اللي الحج الشراكي ولا حكم جوج ديال الخصلات وما ولاش يجبدها. علاش؟ من الخوف ديال شنو يقولوا هذوك وشنو يقولوا الاخرين، وشحال الاصوات تجيب لي وشحال تحيد لي، خاف يجبدها من المجار. حنا ما قلنا لهم والو، قلنا لهم اسيدي حنا خصنا نتوما اللي في الحكومه ياك جبدوا ديك الملف ونوليو نجلسوا ونشوفوا مع المغرب واش نفرميو ديك الاتفاقيه. يعني باش توصل 2000 باش الانتخابات الماجيه يفرميو خصها يكون دابا التحرك. السي سمير، وكما كنقولوا دائما، هو اي مرشح هو مرشح لكل المواطنين بطبيعه الحال، هو ماشي مرشح فقط للمغاربه، هو مرشح لكل المواطنين بطبيعه الحال. في حلقه يوم الاثنين او يوم الثلاثاء، المهم الحلقه من الحلقات، كان معنا المرشح ديال الحزب الاشتراكي وقال لنا بان المنافسه شرسه في الراسه، وحسينا به واحد التخوف على راسو وعلى الوليدات ديالو. قالها باللسان ديالو بطبيعه الحال. واش كتشوف بانه ملي كيكون شي مرشح من اصل مغربي مثلا، واش كيتم التشويش على الترشيح ديالو، ولا كيبغيو يبينوا بانه واحد الانسان مزيان؟ حنا كنا شاهدين وعارفين اشنو وقع لك في المره الماضيه. مجموعه من الصحف الاسبانيه اللي وجهت لك مجموعه من التهم، متهم خطيره، تهم بالتجسس وما الى ذلك. واش كاين عمليات ديال التشويش على الناس اللي من اصل ما نقولوش مغربي، ولكن من اصل اوريخين ديالو ماشي من هنا، ماشي مغرب؟ لا، هي كاينه تشويش، ولكن شوف انت عاوتاني علاش انا جاتني ديك الصعوبات وجات ديك الاتاك وكل شيء. علاش؟ حيت اول حاجه ما مسانسينشي كانوا باقي عمرهم ما شافوا مغربي يكون وكيل لائحه. يعني شي حاجه غريبه جدا، شي حاجه جاتهم غريبه، واي حاجه كتكون غريبه كيجيك الخوف منها. وجارك اذا ما كتعرفوش وغريب عليك تخاف منه. هذه الاولى، النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي يعني حزب اللي كنت فيه انا، يعني ديك الساعات حنا كنا بدينا الصراعات ديال كاتالونيا مع اسبانيا. ولو اسبانيا تخاف تقول لك اذا باش خرج هذاك، راه الفكر اللي حنا ربينا اسبانيول. دابا الفكره اللي حنا السياسيه اللي سبقونا حنا من اصل مغربي، يعني سانسوك بالهضره اللي كانوا كيقولوا بالشرح اللي كيقولوا للمغاربه، كصعب لهم المغاربه. دابا احزاب الاشتراكيه ولا الاحزاب اللي كبيره في اسبانيا كصعب لهم المغاربه. راه حنايا نقول لك انا بالدارجه وقبيحه بحال اللي كصعب لهم حواله، راه اللي كيجي كيقول لنا سيروا من هنا نمشيو كاملين من تما بحال القطيع. يعني
كيقول لك لا راه هذا اذا خرج غدا وبعدو يخرج لنا تماك ويطلع الكالدي تماك، غادي يقول لهم لا سيروا كاملين فابور هادو، غيمشيو فابور هادو. هما خايفين ديك يعني مربيين بديك التربيه اللي ربيهم السابقين ديالنا. اذا شنو قالوا لا قبل ما يوصل راه نقطعوا اللي تخليك خليها قضيه ما قالوا كيقول لك هما على هذاك الشيء كنجا لي طاي. ما انت في لي طاي محدك تكون في الاحزاب اللي هي كونستيتيوناليستا، هما ما خايفينش منا، هما منك كيخافوا ديك ديال المعارضه ديالهم، وما خصهمش المعارضه ديالهم تكون قويه. ولكن دابا الحمد لله. واحد السؤال السي جبلي، هو الحزب اللي كتنتمي ليه عنده واحد السياسه ديال الاستقطاب، وهاد السياسه ديال الاستقطاب يعني يمكن اي واحد منتمي لاي حزب كيمكن له يدخل له. واش هذا ما كيتظنش انه يقدر يكون عنده تاثير على الخط السياسي او البرنامج السياسي ديالو اللي كيبغي يقدمه مثلا للمواطنين؟ لا انا والله ما فهمتك مزيان. انا نقول لك يعني الحزب في السياسه ديالو كامله يعني كيمكن له يعني عنده هذيك القابليه ديال اي واحد بغى ينتمي ليه، واخا يكون واحد الاحزاب معينه كيقبلوا وكيقدر يعطيه مثلا مراكز ديال مسؤوليه او يرشحوا في الانتخابات. واش هذا ما كيحاول الحزب ما كيخافش انه ياثر له على البرنامج السياسي ديالو؟ لا هذا علاش نقول لك لا. ملي كتوصل الحمله ملي كتوصل الانتخابات كلشي كينوض يجري وكلشي كيدير نفس الخطه. انا هنايا وقيلاش من واحد البوبلو راه هو ما بين صابادي وسانكوغات الاتحاد الاشتراكي جاب واحد معاه اللي كان هو كان ريخيدور في ديك المدينه مع بلاطافورما بور كاتالونيا، هي بوكس ديال اليوم. يعني احنا شنو نقولوا هذاك لا، هما علاش جابوه وجراو على بزاف الناس طبعا، ولكن التفكير ديالو بالله هذاك يزيدهم. هما علاش كيقلبوا على هذيك السوم على الزائد، شكون اللي يجمنا؟ علاش هما كيعمروا بالناس مغاربه؟ حنا هادشي اللي كنا كنقولوا لهم، حنا خصنا مغاربه نوضوا نكونوا قويين، يعني نكونوا في الحزب اللي بغينا نكونوا، كل واحد يكون في الحزب اللي بغى. المهم يكون المشاركه، يكون الحضور ديال الناس اللي من اصل مغربي في السياسه. حنا خصنا يكون الحضور وماشي الاستغلال. علاش؟ حيت بزاف الاحزاب كتستغل ديك المغاربه، يعني باش كتطلب بهم، كتمشي تطلب بهم، يعني كديروا 17 كديروا 20 كديروا 25 باش تطلب به. هادشي اللي ما خصناش. حنا خصنا اطلب بيا ولا عطيني حقي وطلب بيا، عطيني بويستوس ديال الانترادا. اصبحنا الحزب الاشتراكي كنقولوا على الايديولوجيا. كاين النهار اللي ناضوا واحد يقول لهم يعني تسب عنده 20 30 عام هو معاه، النهار اللي قال لهم ولا وبارك راه استغلتوني 20 30 عام ما فيه الكفايه، ما فيه الكفايه، خصني نكون ما عطينيش 20 عطيني 3 4. ناض يديروا له مشاكل. علاش؟ ولكن هذا كيجرنا لواحد السؤال السي، هو ضعف المشاركه السياسيه ديال المغاربه، وهذا هو الخطير. وواحد السؤال كيجبدني المنطقه اللي كتنتمي ليها. احنا دابا كنلاحظوا بان المغاربه بواحد الشكل كبير كيتجهوا للعمل مثلا الجمعوي، العمل الخيري بواحد الشكل كبير، ولكن هذا علاش ما كينعكسش للجانب السياسي؟ شنو فين كاين عندنا الخلل؟ وكنموذج المنطقه اللي كتنتمي ليها انت. لا انا ندير لك النموذج. انا قلت لك يعني هذه المره هذه يعني بشويه بشويه يعني راك دوزنا من 40 45 اكثر من 400، يعني ديك اكثر من 400. العام الانتخابات اللي ما جا غادي يكونوا 2000 من ديك 9000 اللي مترشح. ولكن انا السؤال ديالي هذيك 400 اللي دابا اللي ذكرتي لنا، يعني القوه ديال المغاربه علاش كيكونوا بواحد الشكل منتمين للجمعيات مثلا دينيه او خيريه، ولكن ما كينعكسش هذا الشيء مثلا في القوه ديالهم في الاحزاب؟ هذا هو علاش. حيت الاغلبيه ديال هذيك الناس اللي كتدخل تما اذا ما كانوش ولادهم، ودابا حنا دابا الحمد لله علاش؟ حيت الدوزيام جينيراسيون هي اللي بدات، والديزيام جينيراسيون كتشوفها طالعه من الشبيبات ديال الاحزاب، يعني ماشي جات ديريكت. هذاك اللي كيجي ديريكت ديرو في الاحزاب، يعني هذاك ديال اللي جاب من المغرب، والمغرب حنا عارفين الثقافه السياسيه ديالنا، يعني حنا عندنا ثقافتنا هنا هي اللي غادي تعطيني شكاره كبيره. اللي كتشوفها هذاك ولكن هذه المساله هذه ما كيفكرش. ولكن السي جبلي هذه المساله خصها تكون معها قطيعه، لان وهذا هو اللي كيخلي بعض المره بزاف. وهذا السؤال اللي ربما غيكون عندك فيه يعني غيكون عندك واحد الخدمه فيها كثيره في الحمله الانتخابيه، هو كيفاش تقنع المواطنين بان الفكر اللي جايبه راه ماشي هو نفسه. هنايا راه كاين واحد البرنامج اللي كنامنوا به، كيكون تعاقد ما بين المرشح والناخب اللي كنتعاقدوا عليه، وفي ملي كنلا تحملت المسؤوليه خصني نطبقوا. هي طبعا. ولكن انا منتقم في هذه الانتخابات هذه اللي ما جا. نقدر نقول لك في القديمه ما يحاسبوهمش، ولكن نقدر 10 ما بين 5 و10 اللي كانوا هما داخلين في وسط البلديات، يعني داخلين اعضاء المجلس البلدي. في انتخابات الماجا انت يقدر يكون 40 50، يعني اذا كان ديك 40 50 غتبقى تبان واحد الصوره
مغايره مغايرة. تقدم ويكون من الخلف. يكون تقدم بشويه بشويه يعني. سي سمير، نقطة مهمة نبغوا نتكلموا شوية على البرنامج ديالكم في هذه الانتخابات، البرنامج السياسي، شنو هما النقاط اللي ديالنا خاص او لا ديالي او لا ديال المدينه؟ بجوج بداو حنا البرنامج اللي انت منضوي تحت اللواء ديالو وحنا البرنامج زعما كاين قوي. برنامج اسيدي سهل، ها هو سير برنامج. حنايا كاينه الفرق، يعني حنا ماشي فرقنا، حنا كاينه مجموعه من النقط اللي هي كتادي المواطنين كاملين. قضيه السكن، والسكن ما خصوش يكون ديك الكيلير دابا اللي ولات موضه كيوليو يديروا الكيلير اسيكيبلي. هو دابا اسمح لي قطعتك سي سمير، الشيء اللي كان اللي كيبشر بالخير هو يمكن بعد هذه الانتخابات غادي يكون واحد التغيير كبير في السكن، لان كل الاحزاب شفنا بان الاولويات الاول كاع في البرنامج السياسي ديالها وفي البرنامج الانتخابي اول نقطه كيتكلموا عليها هي السكن. يعني اي حزب داز فحنا ان شاء الله غادي نطلبوا الله يا ربي السلامه. لا وعلاش؟ حيت هما كيشوفوا دابا الاحزاب كاملاش كدير ملي كتقرب الانتخابات. كاين هذيك الستاتيستيك اللي كيقول لك كتعملها الدوله من كيخافوا، مين كتخاف، يعني كيخافوا مثلا من القضيه ديال باروس وماج وداك الشيء اللي يعني كتشوف ان هي الناس اللي قالت كتخاف منها. ودابا المشكل اللي واقع في الارض هي السكن، هو السكن. نعم. اذا تفضل كمل لنا. دونك حنايا في مثلا البلديه ديالنا دار السكن، ولكن دار بواحد الطريقه اللي حنايا ماشي مقتنعين شي بها، حيت ماشي السكن اقتصادي، داروه كسكن اقتصادي ولكن ماشي كسكن اجتماعي. السكن اقتصادي يعني ما يقدرش اسيكيبلي، ما يقدرش يدوز له كل واحد. علاش؟ بحال اللي قلتي خصو يكون خدام، خصو يكون نومينا وكذا، واللي ما عندوش هو اللي خصك تعاونو اكثر من اللي يعني. هذا حنا بغينا يعني يكون تغيير بالتاكيد اذا طمينا ندخلوا حنا البلديه ان شاء الله يكون تغيير في هذه هي النقطه الاولى. طبعا كاينه واحده اخرى مثلا كاينه التدخل التكنولوجي وديك الشيء في لا كونستركسيون من جديد ديال القضيه ديال كاينه زياره في 118 نقطه كنا كنقولوها ب70 وصلوا يعني من التغيير القانون ديال البوليس اللي تماك اللي عندنا، لا فورماسيون ديال البوليس في القضيه ديال درونيس وماشي درونيس، يعني ماشي من اجل الامن ديال كل شيء. يعني كاين الطيب تماك حتى هو كاين لا فورماسيون اللي هما ديجا هاد الافكار هذه افكار ديال التكبر ديال الكاب اللي كاينه تماك، والتغيير ماشي دخلوا سيكولوجيك ودخلوا سيكولوجيه ودخلوا واحد سيكولوج وديك الشيء في المدرسه اللي هذا البرنامج هذا ديجا ماشي ديال البلديه، ولكن البلديه خصها بحال اللي قلنا تشرف عليها. خص اي حاجه باش دار خص كل يشرف عليها ويحركها، حتى شي حاجه ما كتصل بوحديتها بحال اللي قلنا المره الجايه تكون علاش حيت ديجا دخلت، يعني هما كيتحركوا عليها واحد اخرين حق دخلت. دابا بحال دابا هذه حنا باغيين نبدلوها، علاش؟ حيت كتقول المدينه كبرت، حيت انا عندنا واحد المشكل تما في ديك كالافينا، هو كالافي كبرت واغلبيه الناس اللي فيها تما عندهمش تما مثلا بادرون. حنا عندنا مدينه ديال 50,000 سكان، ولكن كتحسب مدينه ديال 30,000 سكان. علاش؟ حيت 20,000 سكان عندك 10,000 كيجيو من برشلونه و10,000 كيجيو من سراوسا. يعني مدينه ساحليه سياحيه مدينه سياحيه. يعني كنبقاو في هذا المشكل هذا، وخصنا نبدلوا بزاف ديال التغييرات. وديجا دخلناهم البرلمان ديال برلمان كاتالونيا باش يكون التغيير هذا دخلوا، يعني درنا الريجسترو ديالها، درنا كل شيء. ومن القضيه ديال المغاربه والمسلمين بصفه خاصه اللي عندنا حنا تماك، درنا عندنا النقط ديالهم. عطينا بعض الامثله سي مثلا سي جبلي. واخا حنا ندير لك واحد المثل اللي كيولي في الفعل وفي التفكير، يعني تفكر وديرها راه ديرها. راه من المرات الافكار كتكون ما كتسوي حتى شي حاجه ما ساويه حتى خصك انت تفكر فيها. القضيه ديال اماكن الاذبح ديال الذبيح العيد الكبير، يلا جنيطات عامله واحد بحال نقولوا حنا اللي مبينطو وداك الشيء، يعني كاينه كنسميها لك انا نقول لك بحال نقول لك مذبحه بورطاتيل، يعني هو طريق غير معدل وكل شيء اللي كانت عدلته لا جينيطات ولا ديبوتاسيون ديال برشلونه وتقام عليها 90,000 شي 90,000 الاورو. المهم ما علينا خلصته لا ديبوتاسيون، ولكن هو تحت الشرف ديال لا جينيطات وكاينه. شكون اللي يطلبوا؟ يعني ديك الاكالدي ديال ديك المدينه ديال هذيك ولا الاخرى خصو يطلب ويتكورديني مع لا جينيطات باش تصيفطوا له.
يعني ما كايناش ديك الافكار اللي انا نوض نشوف المغاربه شنو خصهم علاش يعني مش زهره متنقله اللي بغيتها هي باش هذه المستمعين مذبح يفهموا مذبح متنقل. وهذه راه كاينه يعني ماشي غادي نخترعوه يعني هذا راه مخترع كاينه ولكن شكون اللي كيطلبوا حتى واحد علاش فكرة. والسبب شنو الناس ما عارفينش ما ولكن عارفينش. هذا اول مره كنسمع انا اول المسألة مره هذه. كنسمع هذه القضيه. هذه راه كاينه راه جينيطات عندها ديالها عندها كل شيء ولكن شكون اللي غادي ينوض يطلب ويكورديني وداك الشيء باش يكون هذاك الشيء يعني ما وما كيسواش حتى بزاف بالنسبه للبلديه اذا بغيتي دير واحد اخر ما تبقاش يتابع هذاك ديرو لراسك هذه مثلا نقطه من النقطات اللي باغي نديروها حنايا نعم. اصلا حنايا طالبين بالتكبير ديال التكبير ديال الجبانيه ديالهم وفي نفس التكبير دخلنا النقطه التكبير ولكن النص او لو واحد المقدار على حسب السكه اللي عندنا حنا تماك المسلمين اصل المسلمين نعطيهم التكبير ديالاش ديال المقبره المقبره يعني يكون التكبير المقبره دونك في ديك التكبير المقبره خصنا نحيدوا واحد البروسنتاج ديال العدد السكان اللي هما من اصل المسلمين ماشي مغاربه من اصل المسلمين يكون عندهم ديك العدد حتى هو ديالهم يعني حيت هذا حق خص شكون اللي يجيب لك الحق شكون اللي يتحرك فيه شحال تسوى ما تسوى والو علاش حيت هي داخله في التكبير يعني كاين النقط يعني تقلب مثلا ديال الدراري حنايا صغار اللي كنشوفوا انا بصفه يعني تجربه وديك الشيء كاينه بزاف ديال الدراري في القراءه هي الهدر المدرسي المدرسي دابا الهدر المدرسي يعني ما كاينش التعاون ديالو حنا عاملين البرنامج ديالو عاملين برنامج ديال ضد الهدر المدرسي وديجا كان خدام يعني ديجا انا كنت عاملو كفعل الجمعوي فاعل جمعوي درتو في 2000 من 2014 ل 2017 3 سنين وانا كنديرو يعني وكان نجاح وكان كل شيء ولكن في 2017 ما كانش عندي الوقت كنت سافرت وداك الشيء ما كملتوش ودخلوا واحد اخرين كيكملوا عليه ولكن ما زادش قدام وديجا المهم دابا بغينا نرجعه ولكن كبلديه باش تعاون ديك الاطفال واللي كيوصل السنه الدراسيه ديال الكليه كتعاونوا عاوتاني ولكن مثلا في البرنامج يعني النقط اللي محدده في هذا المدرسي واش هو اعاده الادماج ديالو في كذلك يولي يعاود يدرس او لا مثلا انه دير له واحد التكوين لا فورماسيون يمشي لواحد المهن او لا شنو يعني المحاربات باش نحاربوا لهذا المدرسي لان كلمه المحاربه الهدر كبيره ولكن لا باش شي نقاط معينه دابا حنايا شنو يدار انا ندير لك مثال سهل حنا خصنا قبل ما يوصل هو لديك السنه اللي غينجح مثلا فيها ديك كوارتو ديسو الرابع ياك الثانوي قبل ما يوصل لديك الكوارتو ديسو ويسقط لك وما يكملكش الباتشيرات ويطلع للجامعه اللي هي حنا اذا جينا نهضروا عليها بلا ما نعطيك داتوس بوركي راه تقول لي تفويه لا بحالنا قال لك 0.2 الناس الاولاد المغاربه 0.2 اللي كيخرجوا من ابتدائي وكيوصلوا للجامعه الكليه اللي كيوصلوا من هذاك وكيوصلوا للكليه اذا حنا علاش هذه مهزله وتبادله لان كاملين انا بيدي فهمتي كيفاش دونك وحده منهم خصنا نكبروا ديك البروسنتاج باش يكون عندنا مستقبل كجاليه هنايا باش تكبر ديك البروسنتاج خصك تعاونوا ملي كيكون هو مثلا في البريميرو سيكوندو وترسيرو باش ملي كيوصل الكوارتو كيوصل واجد ما كيسقطش كيوصل كدير له لي بيلار كتعاونوا في لي بيلار ديالو يعني كدير له الدعم والمراجعه ماشي غير الدعم حيت شحال هذه دار بزاف د الهضر المدرسي هنايا برشلونه نيت وانا بيدي درت في الاول كنا كنديروا ندوه يعني واحد الكونفيرونس كيجي الاستاذ الجامعي كيجي كنهضروا على الهضر المدرسي ولا خصنا كذا ولكن هنا هذيك اي هضره الفعل انه هو تشبر ديك الوليد اللي غادي عنده النقص تجلسو وتقول له اجي سيدي فاش ناقص انت في الماط في كاتالان في كاستيانو ولا في مات فيزيك او فاش ناقص في اللونجلي هذوما غالبا اللي كنا كنعملوا علاش هذوما غالبا اللي كيكون ناقص فيهم اجي تراجع عندك السنه كلها ملي كيغلبوا الامتحانات كذلك وشكون اللي كيعطيها ولكن اللي مزيونه في الفكره هي شكون اللي كيعطيه ديك المراجعه كيعطيها له ديك راه هو الاخر اللي تخرج مهندس مغربي تخرج مهندس مغربي تخرج دكتور مغربي تخرج يعني وصل للجامعه وخرج وخص على الجامعه ديالو او لا باقي كيقرا الجامعه دونك حنا عاملين هضري مع الجامعه نورمال سي داروا بيرو بلجيكي علاش باش كيعطيو ديك البونتوس فاريابليس النقط اللي كتزيدوك في الجامعه يعني ديك الاستاذ اللي يجي يقري ديك الدري هذاك راه كيزيدو هو نقطه في الجامعه يعني هو كيربح نقطه في الجامعه ياك وفي نفس الوقت كيقري لك وليدك
مجموعه من التعليقات. اسمح لي قبل نعم. ما ندوز لواحد النقطه، هذه المساله ديال الدعم مثلا ديال الاطفال اللي كيكونوا عندهم هذا المشكل ديال، انا كان واحد الملاحظه، وتا انا راني اب وعندي جوج اطفال ديال كيقراو، كاين بعض المؤسسات اللي كدير دروس الدعم والتقويه للاطفال في المؤسسات، ولكن بالمقابل اذا هذا الجانب هذا علاش مثلا المجتمع المدني ما ياخذش هو هذه المبادره ويساهم في هذه المساله، لا كان واحد التنسيق ما بينه وما بين البلديات. وطبعا احنا ما كرهناش يكون فهمتي ضروري يكون التنسيق، وغادي نديروا يعني هذه احنا كنقول لك من ندخلوا ان شاء الله، يعني يكون من البدايه هذه تعيط الاباء كاملين اللي عندهم ولادهم باش درت واحد التنسيقيه معاهم باش هادشي يقدر يكون عنده النجاح كتجربه الاولى. يعني اذا درتيها بوحدك عمرك ما تنجح فعلا. عاد كاين العديد من التعليقات ومن الرسائل. نبغي تعليقك على هذا هو جوج ديال الرسائل الاخيرين ديال السي عمر شراح، كيقول لنا ولو حزب واحد له برنامج حول الازمه التي تمر منها البلاد، كما نعلم عدم هبوط الامطار وهذا مشكل كبير، ستتصاعد المعيشه وازمه قله العمل، اما مشكل الصحه والسكن والدراسه هذا مشكل يعاش منذ الازمه الماليه الاخيره. تعليقك على هذا التعليق؟ كيقول لنا السي عمر شراح بان حتى شي حزب ما عنده شي برنامج حول الازمه اللي كتمر منها البلاد دابا، وكل شيء كيعرف بان الهبوط عدم الهبوط ديال الامطار ما طاحتش الشتاء، وهذا مشكل اللي هو كبير، فالمعيشه غادي تزيد تغلى والازمه ديال قله العمل غادي تزاد، اما المشكل ديال الصحه والسكن والدراسه فهذا مشكل اللي كنعيشوه منذ الازمه الماليه الاخيره. هذه هو شوف هي كاينه، ولكن كاين بعض المرات اللي خص بنادم يعرف راسو ويعرف رجلو فين محطوط. انت محطوط البلديه لاس كومبيتنسياس اللي عندك محدوده، يعني ما تقدرش تدخل في كل شيء. بحال اللي قلت لك حنا باش ندخلوا في الصحه راه ماشي ديال البلديه، يعني علاش حنا دخلناها كفكره، يعني درنا الريجستر في البرلمان كاتالونيا باش يعاونونا، باش علاش حيت هو اللي عنده الحق، يعني حيت لاس كومبيتنسياس شكون اللي عنده شكون اللي شابر ديك التنظيم، يعني راه احكي اللي ديالك اللي ماشي ديالك. طبعا حنا شنو عاملين، يعني عندنا فكره، وانا نقول لك دابا وتصبح غدا عند جميع الاحزاب هنايا عندنا الفكره تما كاينه، باغيين نبدلوا واحد القضيه ديال هذه اللي ماشي هي النيت، ولكن انا ما عجبتناش وفي الحزب ما كتعجبناش. هي قضيه المساعدات الناس اللي ما كتوصلش، كتصيبهم كل سيمانه واقفين لك باب الكاريتاس ولا واقفين لك باب الكليسيا ولا واقفين لك باب ديال الفلانيه ولا كروس الرخاء وكيفرقوا عليهم. حنا قلنا لا، سالينا ما ديكشي، حنا باغيين نساليو من هذاك علاش؟ حيت اي واحد كيدوز ديك الحاله ما خصوش وما كرهناش اللي ماشي ضروري يمشي يبين وجهه في ديك المنطقه باش يمشي هو يدير الصف والاخر دايز وكل شيء كيشوفوا. علاش؟ حيت انت احترام الكرامه ديالك، احترام الكرامه. وكيفاش باش غيتم التغيير هذا الشيء؟ التغيير حنا يعني علاش قلت لك انا نقول لك كيفاش باش يعني المقابل انه واخا ما غنوقفوا داك الشيء، شنو المقابل؟ ماشي انا قلت لك شنو المقابل، ولا قلت لك غادي يقولها لك دابا غدا تصبح عند كل شيء يعني فكره يبقى محتفظ بها، ولكن ما علينا ما هو جاد. انا قلت لك غادي يقولها صبحت كل شيء، راه يطلق جاد نقول لك هي صبحت عند كل شيء، فهمتي كيفاش؟ هي سهله. شوف غير قولها وخليها محفوظه. حقوق الطبع. شوف هي سهله هذه الفكره هذه باش تسالي هذيك باش تحتفظ على الكرامه ديال ديك الناس مساكن. هنا هي بلاص لا تشبر نتايا ديك، لا تعطيه الزيت تعطيه السكر تشبر كل شيء، تمشي عندك لي سوبر مارشي اللي داخلين عندك انت في البلديه، دير واحد الاتفاق معاهم، يعني حنا ديجا هضرنا معاهم الاتفاق، يعني تعمل واحد الاتفاق معاهم، وديك السيد اللي محتاج ديك اللي كنت تعطيها له مثلا انت سخره ديك اللي كنقولوا حنا تكون القفه، نعطيها له شي قفه، نعطيها له يعني شاكات، لا نعطيها له فيزا ريكارغابل. فيزا ريكارغابل اللي كنت كنعطيها لك انا المقدار اللي نعطيه لك تما كنعطيه لك انا فيزا، سير تسخر راسك وشري راسك وملي كدوزها يعني كتبان فيزا. علاش غادي نطيح لك انا بالكرامه ديالك؟ فكره مزيانه. هذه فكره من الافكار. هذه الفكره كانت دارتها جينيراليزات بالنسبه للتلاميذ، وحتى دول اخرى عاملينها، بلجيكا وهولندا وداك الشيء عاملينها الطريقه هذه. درت هذه الفكره هذه مع التلاميذ، في كل شهر كيعطيوك ترخيصه، داك الترخيصه كيعمروها لك كتمشي او كاين واحد الاسلوب انا اشتغلت فيه مع كروز الرخاء سجاد، وكان هذا الشيء كيوصلوه مباشره للدار للناس، يعني ما كيحتاجش تجي حتى لعنده، ولكن حتى الدار، يعني حتى الدار عاوتاني راه كروز الرخاء باين بانهم جايبين هما زعما بغاو يحفظوا الكرامه ديال، حنا خصنا نحافظوا على الكرامه ديال الناس بانها كتمشي تشد ولا توصلوا. هذه اللي مهمه عندنا حنايا، فهمتيني؟ عمر كذلك يقول لك واش انت متفق او لا الراي ديالك في المساعده ديال 100 الاورو لصالح التلاميذ الابتدائي اللي صرحت بها الامس لا جينيراليزات؟
ونتسناو تتكون. انا قلت لك هذيك حيت باقي تصرحات وباقي يعني خرجت حيت ما نساوش راه حنا في الحمله الانتخابيه. يعني هذاك قالوا راه فكر وكان خرج ولكن باقي ما تصدر شيء. يعني اذا كانت تتعاون مثلا من ادم اللي ما عندوش راه ماشي خصها تكون 100. يعني انا نعاون بكثر ما نزيدش 100 ما كرهناش تكون. اذا كانت جاني تعطي 100 يعني تزيد 100 وحده اخرى البلديه. يعني كاين مثل ديال فرنسا اللي كيعاونون في الدخول المدرسي. يعني علاش؟ حيت حنا كنقولوا واحد الحاجه مهمه كلشي كيعمر فيها فمو هو يعني الاطفال هما المستقبل ديالنا. في نفس الوقت ما كنديرولهمش شي تسهيلات باش هما يطلعوا واجدين. يعني اذا كان بوهم جالس نعطي واحد المساعده ديال اللي غادي كاين بزاف د المساعدات اللي هما تقدر تنقص منهم. يعني اللي ندير انا حفله انا ندير لك مثال ساهل. ندير لك انا كاين شي اللي غادي دابا غادي ينوضي قبل الدقه عاوتاني اللي غنمشي انا نعطي واحد السوبنسيون باش تعمل لي انا الفريا دابريل بكل شرف. اللي بغى يدير الفريا دابريل يمشي يديرها ولكن بلوسو ديجا اصلا كيدير الفريا دابريل باش كيبقى يبيع كيعمل المنتوجات ديالو كيعمل النيغوسي ديالو يعملها من جيمو. انا ديك الفلوس اللي غنعطيها من تما خليها ونزيدها ما نعطيهش 100 نزيد عليها 100 واحده اخرى هي ولات عنده 200 يقدر يشري كتوبه. كاينه واحد الفكره عاوتاني باغي نديروها ان شاء الله في المدرسه في الاطفال اللي كنت درتها يعني كما بلا سياسه بلا والو وكانت عجبت في المدارس. وحنا ما بغيناش نخليوها في المدرسه مثلا في كيقراو ولادي نديروها المدرسه ديال الاقليم ديال البلد المدينه كامله. اننا شنو كنا درنا لهم كنت اقترحت عليهم في واحد الوقت وكانوا قبلوها. هي مثلا في اثنين يعني الدراري في المدرسه باش ديك اللي ما عندوش ديك اللي بواه مثلا جالس ولا شي حاجه ما يشوفش الفرق بزاف مع ديك اللي بواه اصلا خدام وراه هو سياسي بحال اللي كنقولوا كديها كبيره. هنا هو باش يكون واحد شي حاجه موحده بيناتهم. كنا عملنا لهم اثنين مثلا الاثنين في الساعه ديال الباطي ديالهم ديال الاستراحه ديالهم. يعني الاثنين كاملين يجيبوا حاجه يجيب واحد بياسه ديال الفروته. ثلاث يجيب يوغور. الاربع يجيب يعني موحد يجيبوا نفس الحاجه. علاش؟ حيت كاين اللي غادي يجيب مثلا واحد يجيب ماركه نهار ديور واحد يجيب ماركه دانوني والاخر يجيب ماركه بلانكا ديال ديك السوبر. ولكن العيال ما كيعرفوش يبينوا الماركات. يعني كاملين يبانوا بحال صحيح. ماشي انا اليوم نجيب شي حاجه اللي يعني مثلا مستوى عالي. الحديث ديالك على هذا الموضوع هذا سي سمير ومجموعه ديال التعليقات هاد الاخيرين كلهم بغيت نناقشوهم واخا مشى علينا الوقت ولكن نحاولوا نزيدوا 10 دقائق. بلي ذكرتي هذا الموضوع هذا الرساله ديال مجموعه ديال الناس ما عرفتش علاش في المدارس مثلا كيقول لك بالنسبه كيعملوا المينو ديال في المنجادور ديال الوليدات اللي مسلمين اللي ما كياكلوش مثلا الحلوف ولا شي حاجه اخرى. ما عرفتش علاش في هذا المينو اللي كيعملوا كيحيدوا داك الامور اللي ما كياكلوهاش الوليدات المسلمين كاملين وكيبقاو يعطيوهم امور بديله اللي هي مثلا كيطيحوا عليهم هاد الطورطيه والخضره وبدات تاكل تما كطيب. عرفتي الوليدات ما كياكلوا والو يا اما كيخلي داكشي ما كياكلوش وكيجي بالجوع كيبقى النهار كامل في المدرسه بالجوع يا اما كياكل داكشي غصبا عنه ما حاملوش وكياكلوا. علاش ما كيشتغلوش بواحد الطريقه مثلا بانه كما كتجيب اللحم والدجاج من شي بلاصه غتجيب اللحم والدجاج من بلاصه اللي كيبيعها حلال وغادي تعطيها لدوك الوليدات وغياكلوا بحال نقطه من النقط. الطعم حلال في جميع المدارس اللي تكون تما. يعني الله يرحم الوالدين يوقفوا لهم شويه الطورطيه وداك سميتو سبيناكا ولا شنو سميتها قتلوهم اصاحبي. لا الخضوره كتخرج لهم في العناك والله الا الخضوره كتخرج لهم في الحنيكات باش كاع ما تقول راه جديده هي شوف النقطه الثانيه عندك فهمتني. يعني علاش حنا كنقولوا ديك الدراري اللحم الدجاج وكل شيء يكون كامل بواحد مشاركه مع المجزرات اللي هما يقيدوا لهم ديك الشيء. هما يعني كيقول لك حنا كنطيبوا لهم الماكله ديالهم ولكن نجيب لهم حتى اللحم والدجاج سوا عطيه لهم جيبوا من البلاصه اللي كيبيع الحلال وجيبوا العيال خصو ياكل اللحم خصو ياكل الدجاج خصو ياكل ديك الحوت ديالو خصو ياكل كل شيء. واحد المره اللي تقدر دير له يا بغيتي دير له ديك الطورطيه نقول لك انا واحد النهار هو ديك النهار اللي يكون انت مثلا باغي دير الحلوف ولا شي حاجه اللي هي باينه ما تقدرش تبدلها بحاجه اخرى. ولكن النهار ديال اللحم بيضاء الدجاج النهار ديال لا هما دابا اليوم كيعطيوهم البريميرو كيعطيوهم الطورطيه غدا في سيكوندو الطورطيه. ولكن راه كاين تقصير بعد غدا ولكن كاين تقصير منا حنا من المغاربه تقصير بصفه عامه لا وبصفه عامه من المسلمين لان جميع المدارس اللي فيها الكوميدور كيمكن لك
يتجمعوا واحد العدد معين وكيمشيو وكيطالبوا بهذا الشيء وكيتحقق. نعم. راه حنا ما كنطلبوش، راه الاشكال حنا راه كاين اللي ما كيمشيش يشوف حتى ولادو، بحال كيمشي يطلب لهم هو الماكله حلال او لا هذا خصك ديروا له هذه الوجبه ولا ماشي هذه ولا ماشي هذه. لا وعاد زيدون واخا ما تنساش مع العلم بان الغالبيه ديال المدارس كيتخلص الكوميدور من طبيعه الحال كتخلص في الشهر. راه وجبه راه بطبيعة كتخلص الحال. عليها، راه لا. منين كيشد عليه كيخلص لك 180 اورو في الشهر وانت كتنفخو بالطورتيه صاحبي. لا وعاد حاجه اخرى هي ديال حيت الكوميدور هو يعني تبع طورتيه الخاص تبع الجنين. شوف نولي ولا مصيبة. يعني كوميدور لا من تبع المؤسسات الدراسه ياك ديك مؤسسه الدراسه بعض المرات كتصيب كتب ديك اكالدي ديك المدينه عاطيها لمراتو عاطي واحد التجمع باش دير واحد الامبريسات تبيع تما يعني وكي كما طيحوا على وجه المسلمين ربح ليلو ولا سيدي حنا غتكون اي شركه بغات تدخل يعني كاين واحد البروتوكول غتفهمي البروتوكول ديال الماكله حلال تكون في المدارس كامله طبعا تدخل تخدم ما بغيتيش ما تدخلش تماما. محمد العربي كيقول لنا كل الاحزاب كتعمل على دراسه احتياجات المواطنين، وهذه السنه كل الاحزاب بدات الحمله ديالها بانشاء السكن اللائق للمواطنين، لكن ليس لاي حزب حلول ولا حتى برنامج واحد لحل مشكل السكن. كومبروميسوس سين غارانتياس. نو ماشي كومبروميسوس سين غارانتياس. انا ندير واحد المثال كان الحزب ديالنا حنا هنايا في العام اللي فات ما كناش عبر الحكومه هذه عامين كنا درنا هنايا مع البريزيدنت تورا وداك الشيء كان خرج القرار ديال قرار قانون السكن واللي كان قال قبيلتي سي عزيز ياك سي عز الدين قبيلتي كانت بصح وكنت دارت يعني ديال واحد دير واحد الطوب ديال لو ماكسيم ديال الثمن الكرا في جميع بزاف المدينات وكانت خرجت هنايا في كاتالونيا واقيلا شي 216 ولا 220 مدينه اللي كانوا هذيك المدينات اللي عليهم الطلب بزاف داروا لهم الطوب ديالهم. راه شنو داروا لنا حنايا في مدريد دابا حنايا هادشي هذا كامل كيدخل في الصراعات ديال برشلونه مدريد ما تقدرش تخلي برشلونه دير شي حاجه مزيونه اكثر منها لا انت دير العروس احسن مني الله يبديها انا نمشي نحيدها لك دونك شنو مشى داروا الريكورسو في التريبونا كونستيتيسيونال والتريبونا كونستيتيسيونال قال لهم لا انتم ما عندكمش الحق تهضروا في داك الشيء وديروا داك الشيء وطيحوه يعني بزاف ديال القوانين كتخرج وداك الشيء اللي صالح ماشي صالح المغاربه صالح المواطنين كاملين ما نساوش راهم ملي كيخرجوا شي حاجه كيخرجوها للمواطنين دونك كتخرج من هنا ولكن كطيح في التريبونال علاش حيت القضيه ديال برشلونه ومدريد كاين صراعات كبيره وبزاف ديال الصراعات كيقول لك لا تنديرها انا دير نتايا يعني هي كانت طاحت هذه عامين كانت دارت وطاحت ولكن هو دابا انت تخرج بها ولكن هي اصلا هذه عندها كانت هذه عامين وطيحتيها وانت اللي طيحتيها علاش انت اللي مشيتي ديكلاريتي التريبونال كونستيتيسيونال باش يطيحوها دونك كاين اللي كيبغي يدير شي حاجه وبعض المرات ما كتكونش في الصالح ديالو دائما كيولي يبدل. عندي واحد السؤال وعنده علاقه بالمنطقه اللي كتمثلها السي جبلي هو في حاله مثلا فوزكم بتسيير البلديه واش ما كتفكرش ان ديروا اعاده الهيكله ديال المصلحه الاجتماعيه لي سيرفيس سوسيال؟ لا لي سيرفيس سوسيال حنا داخلين من الافكار ديال لي سيرفيس سوسيال هي تغيير مثلا ديك ديال الكرامه وديك الشيء طبعا كاين حاجات اخرين يعني كاين انا قلت لك بروغرام راه عندنا فيه 118 نقطه اذا جينا نهضروا على 118 نقطه نحطوا لها 118 نقطه عاد بزاف. انا قلت لك وحدين من الكبار من اللي كيهدكوا كل المواطنين كاملين وشي نقطات اللي كيهموا غير الجاليه واحد الفائده الجاليه المغربيه ديالنا هذو هما النقط اللي نعم. فالعربي مجموعه الاخوان كانوا يعلقوا على الموضوع ديال الكوميدور بحال عمر شرح كيقول لنا غير صحيح خيجاد انا غير كيقول لنا كذلك عبد الحق انا غير ملم بهذا الموضوع لكن بزاف كوميدوريس ديال مدارس السامبوي كيقولوا بانه حلال. من الاحسن عمر كيقول لنا من الاحسن ياكلوا الخضار والقطاني والسمك احسن من اللحوم رغم ان بعض الناس الفقه يقولون بانه اللحوم حلال الا لحم الخنزير فهو حرام ولكن كنشوف بان العربي بما انه عنده 3 الوليدات ف يكون اقرب للموضوع. تنتسي عمر تنتسي انا عارف غير هذه كنشوف بان هذه واحد الخطوه اللي يلاه داروها
كما كيقول لنا العربي، اللي هي الاسبوع الماضي وقعنا في المدرسه على انه في السنه القادمه هناك لحم ودجاج حلال ان شاء الله. يعني ما كاينش اللحم والدجاج، يعني كاين داك الشيء اللي قلنا التورتيات الخاص ولكن حنا ما كنطلبوش، راه هذا هو عاوتاني المشكل الثاني. هذه مزيانه هذه لانه تم توقيع هذه الاتفاقيه. صراعات مدريد وبرشلونه والمواطن يخلص العربي، يجب على كذلك عثمان اندلسي قلنا يجب حل مشكل نزع بعض الاطفال من الاباء ديالهم. هذه نقطه مهمه. كي كتشوفوا انتم هذه النقطه هذه اخي؟ صعيبه، نقطه صعيبه حيت اصلا ماشي جديده علينا وتحركنا فيها بزاف. يعني نقول لك انا 7 سنين ولا 8 سنين حنا كنجريو عليها، وراه عثمان عارفه يعني مجرد هو اصدقاء وخدمنا في هذه القضيه بزاف ديال من القضيات. كتعيا ما دير المجهود ديالك، ولكن بعض المرات كتوصل وكتضرب راسك مع الحيط. كيقول لك علاش؟ حيت هما دابا شوف، وانا كنت قلت واحد الهضره واو نذكروها دابا في 2004 ولا 2005 كان ديك الوقت اللي كيحيدوا ديك المساعدات اللي كانت عند الناس. كان ديك الساعه حاكم بيبي مايوريار اخويا داكشي، وديك المساعدات اللي كانوا كيعطيو الناس ديال البيرمي وداكشي في هذه الازمه. في الازمه كيقولوا انت مشيتي للمغرب خصك ترجع لي كامله. راه حنا مغاربه كنا كنقولوا له هذيك المولتات، ولكن المره ماشي كانوا مولتات. يعني المفهوم ديال ديك المولتات هو انت مشيتي للمغرب جيتي خصك ترجع لي اللي عطيتك كامل. راه عطيتك كامل كنت كنعطيك غير 500 الاورو في الشهر، راه غير 500 الاورو في الشهر شحال كتجيك في العام؟ راه 6000 الاورو في العام. عطيتها لك 3 سنين نقول لك 9000 يعني كتقول لك خصك ترجع لي 8 يعني ترجع لي 18000 انا كتقول كاع دير ترجع له 18000. وانا ديك الساعات ما بانت لي السياسه وحتى واحد ما وكنت قلتها في الصحافه قالوا هذا حماق عاوتاني تماك ضربوا عليا تماك المره الاولى دابا هذه المره الثانيه اخر. قلت لهم شوف انا هاد السياسه ما عجبانيش. علاش؟ حيت هاد السياسه كتدي لواحد السياسه اللي هي راه باينه. علاش؟ حيت ديك الساعات واحد القراءات واحد الاستوديوز ديال الاتحاد الاوروبي قال لك في 2050 اسبانيا 2003 كان 2030 حتى انا كنا 2002 كانت هذا في 2030 كانت الدراسه اللي عاملين على اسبانيا غتكون واحد الدوله بحال اللي نقولوا حنا بايز دي بيخوس. يعني الدوله علاش؟ حيت بداء من الاسبانيول ما كيولدوش، والناس اللي ديجا ديك الساعات اللي كان صغير في 2030 يكبر، واللي كبير يكون صافي يعني يكون تراجع في النمو الديموغرافي. يعني وغادي وكان ديك الخوف. وقلت لهم انا هذا الخوف هذا عرفتي كيفاش يديروه؟ قلت لهم راه يبداو يحيدوا لكم دابا لايودا غدا بعدا تمشي تدفع الريسيدنسيه يقول لك حقها عليك كريدي سير خلص الكريدي هذا اجي نعطيك الريسيدنسيه ديالك. وقلت له اذا شنو متبع موراها يقول لك حق انت ما عندكش الريسيدنسيه راه ما خدام ما والو. اذا كنت ما خدام ما والو خصك تخوي. لا ابرت تخوي قبل ما تخوي نحيد لك العيال حيت انت ما قديش فيهم. كتقول له انا راه زعما بغيت عندي الخدمه نمشي للخدمه. كيقول لك لا سيدي انت خدام بالنيكرو ما كان ما عارف لكش بها. كيبداو يحيدوا تما كيف يبدا الفكره ديال تحييد العيال. علاش؟ نحيدوا العيال ونربيهم ولادنا يعني كاسبانيا. هذا كلام خطير السي. انا راه قلت في 2004 ماشي دابا. ولكن هذا كلام خطير. علاش؟ لان ربما انا هذا الموضوع هذا السي جبلي ملي جبتيه انا ملم به شي شويه، وكان عندنا واحد اللقاء مع السيده ديال الرئيسه ديال ديغايا وفي تنظن هذه سنتين، وكانت حضرت في القنصليه ديال المغرب ودرت واحد الاجتماع، لان كان بواحد الشكل كبير كانوا معنيين اولاد المغاربه. كان بواحد الشكل ماشي بواحد الشكل، ماشي هما الوحيدين، ولكن واحد النسبه يعني كانت مهوله باش نكونوا واضحين. الاشكال اللي هضرتي عليه ومازال غنقولوه ونتفق معك جدا، راه هي المشاركه. راه المشاركه هي اللي كيمكن تغير جميع القوانين وجميع الافكار اللي كاينه. كل ما حنا ما كنشاركوش وكنهضروا من البعيد وكنتقدوا من البعيد وما كنكونوش فاعلين، نرضاو بكل ما كيطبق. اي حاجه كتوقع لينا راه حنا كنستاهلوها. هادشي اللي قلت لك الشاب ديال القهوه حنا نهضروا في القهوه وهي هذيك تقول لك الهضره ديال الكافي كل حاجه كنستاهلوها. حنا نتمنوا هذا الموضوع لانه شائك بزاف وكيؤدي لكوارث اجتماعيه ونفسيه كبيره. نتمنوا يعني ان خاص بعد هذه الانتخابات تكون واحد التوجه مغاير لهذا الشيء. قبل الانتخابات يعني انا في اخباري ماشي حتى بزاف هذه كانت جلوسات ما بين الاطر المغربيه والاطر والريسبونسابليز المغاربه والريسبونسابليز ديال لاجينتا، يعني مع الكبار. نقدر نقول لك يعني مثلا مع الصديق اللي هو كونسيير ديال المينيستر سوسيال. يعني كانوا جالسين وهضرنا في قضيه، انا كنت معاهم وهضرنا في قضيه، وفي النفس قلنا غادي نقترحوا واحد التفكير ديال
كيف نشوف كيفاش نديرو نخلقوا واحد المؤسسه اللي تكون مراجعيه ديال هادشي هذا كامل، حيت هادشي هذا يعني مشكل كيأذينا حنا كمغاربه. تشوف صحابك، تشوف مقربين ديالك كيدوزوا عليهم مشاكل بحال هادو، كيبقى فيك الحال. دونك كتبغي دير المجهود ديالك، والمجهودات اللي دازت هي اللي هذه ماشي تا بزاف، راه كان واحد اللقاء من نفس من النقط اللي هضروا عليها هادشي هذا. يعني كنهضر لك هذه البدايه، ولكن كاين بعض الوحدين بحال نقول لك حنايا تخدم وتحرك الحاجه قبل ما توصل. يعني بعض المرات كتجي راه تبدلت شي حاجه تبدلوا، راه انت عارف كصحفي وكجمعوي وكداك الشيء كتعرف بلي راه ملي كيكون واحد التغيير فوقاش ما جا راه واحد اخرين يدمروا عليه. طبعا يعني طبعا هذاك النتيجة المسار كتكون بعد المجهود. كيكون دابا المسار عندنا- ديال العمل. سي سمير، فالنقاش معك شيق بطبيعه الحال. الا بقينا كان هذا غادي نبقاو 2 3 4 ديال السوايع اخرى وما غاديش نساليو، مرحبا. لان ان شاء الله مازال يكونوا معك لقاءات اخرى. بقات لي واحد النقطه بغيت نتكلمها معك وغادي نمروا للكلمه الاخيره. هي اليوم تصادف الحضور ديالك معنا اليوم مع واحد 4 سنين ونص، ما عرفناش شنو المشكل ديال السيده الاولى في الحزب ديالكم. لاورا. لاورا اش وقع لها؟ شكون رئيسة البرلمان الكتالوني. لا براس. اش وقع لها؟ المهم دابا باقي ما نعرفوش شنو وقع، بوركي ديجا القاضي اللي خرج الحكم الاول دابا خرج واحد القرار واحد اخر مؤخرا قال لك لا راه تعديت عليها. يعني هو قاضي بيدو اللي خرج الحكم، خرج كيقول انا تعديت عليها. فما يتفهم. لا ولكن ولا كان خرج الفرق ما بين انه كيصدر واحد الحكم في مؤسسه ويخرج انه يدير تصريح. ولكن ديجا هذاك لا قال خصنا نغيروا واش فعلا واش قالوا ولا ما قالوش، واش مفبراك واش لا راه صعيبه ان قاضي يقول واحد شنو الحكم. التهمه بعدا؟ شنو التهمه اللي كانت؟ لا التهمه هي على واحد القضيه، هي مي كانت قبل ما تكون لا كونسيير لا رئيسه البرلمان، كانت هي كتخدم في الدار بحال نقولوا حنايا دار اللغه، دار اللغات الكتالونيه، وكيقولوا عليها بلا هي ديك الساعات حقها ما حقها. يعني كدير الكونترا يعني نعطيوها لها هذا بلا ما يدوز يعني كتعطي الكونترا اديدو لشي واحد صديق ديالها. يعني غير باش يعمل، ولكن ديك الشيء راه كيوقع في جميع المؤسسات، حيت المؤسسات ما كتخرجش الكونترا كامله للسواسطه. خلينا نقولوا حنا بالطريقه الدارجه ديالنا كنقولوا لا سواسطه، ما كتخرجش جميع الكونترا السواسطه. يعني بحال نقول لك انا انت هنايا خايل دابا انت هنا لا يجيب لك لا يبقى يجيب لك الوراق ويجيب لك الفوتوكوبيادوره وديك الشيء. ولكن الالتئام هذا اللي كتهضر عليه اللي دايرين لها، يعني هي ملي كيكون واحد الحد الادنى ديال هذاك المشروع عنده واحد الحد الادنى، ولكن ملي كيفوتوا كيولي مفروض وقانونيا انه خصو يدوز المقاصه. ولكن شوف دابا حيت حنا كنشوفوا اللي كيقول نقول لك واحد الهضره واحده اخرى. لا انا كنقول لك الصك الاتهام اللي عندها، ما كنهضرش على الصحافه. لا الاتهام، ولكن دابا الاتهام هو كيقول لك اتهام مبني. علاش كما قلت لك هذيك هي نقطه الضعف ديال مدريد، هي ديك السيده. الاتهام كيقول لك اذا في التقسيم ما يقدرش يطلع واحد المقدار، وهو جا قال لك لا ماشي في العام، يجمعوا له 4 سنين باش يديروا التهمه. لا باش يبنيو التهمه ما بناولاش يدير عام، جمعوا له 4 سنين. والنيس دابا كونسييريه ديال انا جبت دابا كونسييريه ديال خوستيسيه هنا دابا وزاره العدل ديال كاتالونيا عندها التقسيم في عام كتفوت ديك المقدار كامل اللي عندها هي في 4 سنين. علاش؟ حيت البروسوبوستو ديال خوستيسيه ماشي هو ديال دار اللغه. يعني هذه على كل حال حنا مساله القرارات ديال السلطه القضائيه ما كندخلوش فيها وما يمكنناش نناقشوها، لان كيبقى المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو. ولكن لا مي يكون تهمه نهائيه ويكون الحكم نهائي، ديك الساعه نديروا عاوتاني اذا بغيتوا ضروري نتكلموا على الموضوع، نتكلموا على هادشي هذا، وديك الساعه نتكلموا مع المحامي ديالو مع كل شيء باش هو يقول. سي سمير، هذه الكاميرا ديالك كتشوف هذه الكاميرا وتعطي رساله حنا عارفين بانك ما تقدرش بطبيعه الحال ممنوع لحد الساعه ان تعمل حمله ولا تقول للناس صوتوا عليا ولا شي حاجه. رساله للناس اللي غيصوتوا، حنا بغينا غير الناس يجيو يصوتوا، كلشي يجي يصوت بشكل عام. يعني انا كنقول الجميع بحال اللي قالوا الاخوان اللي سبقوا، يعني كنقول الجميع المواطن من الاصل مغربي من الاصل كما كان الاصل ديالو يكون مسلم ولا غير مسلم، يكون اجنبي يمشي يصوت، ولا هو يمشي يصوت بحال اللي قلت قبيلاتي ابيض، صوت ابيض. علاش؟ حيت ما نساوش حنايا اي حزب عنده الملاحظين ديالو في ديك النهار ديال الانتخابات، وكيعطيو لي انفورمي ديال واش المغاربه جاو ولا شكون اللي جا.
يعني انت ملي كتمشي تعطي النتيجه للرئيس ديالك تقول له هاك، تقول له كي داز النهار وجاو مغاربه بزاف، اذا جاو مغاربه بزاف مرة خلاصنا نعطيو القيمه ديالهم، ما نضربش فيهم، نعطيهم حقهم. علاش؟ باش يوليو يصوتوا تاع علينا، ما يديهمش الاخر بوحديتو. اذا سيروا تصوتوا، كل واحد يصوت على الحزب اللي جاه قريب، اللي جاه صاحبه، اللي جاه يعني يصوت، ولو يصوت ابيض. علاش؟ حيت اللي في الناس اللي في طابل المراقبين ما كيعرفوش واش صوتي انت ابيض، واش صوتي زرقاء ولا خضر. زيتي صوتي كيشرط على هذيك عزيز بالله اولا عز الدين اولا جعد ولا سميره ولا شكون اللي ما كان كيشرطوا عليك بالله راه صوت. اذا ملي كيمشي يعطي هو لينفورمي الرؤساء ديالو، راه مغاربه جاو يصوتوا سيدي هذا العام، هذا العام اللي ماجي نديروا كويدادو معاهم. اذا العام ماجي بلاص لا يضرب فيك بزاف، اي نقص يضرب فيك شويه، ونزيدوا قدام ان شاء الله. شكرا لك سي سمير الجبلي، مرشح الحزب جميعا من اجل كاتالونيا بمنطقه كالافي. كنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، ولقاءنا ان شاء الله معك في حلقه اخرى. عز الدين، شي كلمه اخيره شحال نقول، كان لقاء شيق وكنتشرفوا بالمعرفه ديال السي سمير الجبلي اللي بصراحه كيبان بانه فعلا سياسي مخضرم وعنده ما يقول، وهذا شرف للمغاربه كاملين ان كيكون عندنا واحد الاطر اللي هازه الهم، خصوصا بصفه خاصه للمغاربه بصفه عامه للساكنه اللي كينتميو ليها. كنشكرك على تلبيه الدعوه ونتمنى لك التوفيق والنجاح، وحنا دائما في خدمه خوتنا المغاربه فين ما كانوا بجميع التلاوين ديالها، اللي كيكون الهم ديالهم الاول والاخير هو خدمه المغاربه اولا، وثانيا المنطقه اللي كينتميو لها. شكرا سي جبلي. شكرا خويا عز الدين، شكرا خويا جلال. شكرا لك سي سمير على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، كان معنا سمير الجبلي كما قلت، المرشح عن حزب كلنا او جميعا من اجل كاتالونيا في منطقه كالافيل. انتظرونا غدا ان شاء الله. غدا هو بالنسبه لنا هو يوم الاثنين، فهمتي الاصلاح كيفاش انتظرونا مستمعينا ومستمعاتنا يوم الاثنين ان شاء الله في حلقه جديده وضيف جديد في سلسله استقبالنا للمرشحين من اصول مغربيه في الانتخابات القادمه 28 ماي. ان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع، وما يهمنا دائما وابدا وخدمه المواطن بشكل عام، وخدمه المواطن المغربي او من اصل مغربي بشكل خاص. كان معكم اخوكم وابنكم مجدي ياسين، خلف الميكروفون عز الدين الهواري كذلك، وفي التوضيب والاخراج كان معكم رشيد سواحل. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعه، على الاستماع ديالكم، الدعم ديالكم دائما ودائما معكم من خلال برامجنا والفقرات والمحطات اللي كنقدموها لكم عبر اثير الراديو ديالكم، راديو المهاجر، صوت كل الجاليات العربيه في اسبانيا. وقليلا نقول لكم ليله سعيده، تصبحوا على خير. عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.